خبر عاجل من قلب القارة الإفريقية. في حدث تاريخي جديد، تم انتخاب السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نائباً أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت 26 أبريل 2025 بالعاصمة الغانية أوكران وضع الثقة في لقجع، الرجل الذي لم يتوقف يوماً عن رفع راية المغرب عالياً في سماء الكرة الإفريقية والدولية. فوزي لقجع ليس مجرد اسم، بل مسيرة من الإنجازات. من عضوية اللجنة التنفيذية إلى رئاسة اللجنة المالية بالكاف، وصولاً إلى عضويته داخل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. ومع هذا التتويج الجديد، تتعزز مكانة المغرب كقوة كروية كبرى في إفريقيا. نعم، المغرب الذي صار علامة فارقة في تطوير البنية التحتية وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية. ويذكر أن الاجتماع أسفر أيضاً عن تعيين كورة أوكراكو من غانا نائباً ثانياً، وبيير آلان مونغونغي من الغابون نائباً ثالثاً، وبيستين كازادي من جمهورية الكونغو الديمقراطية نائباً رابعاً، وفيصل سيدات من الموزمبيق نائباً خامساً. هنيئاً لفوزي لقجع، وهنيئاً للمغرب بهذا الإنجاز الجديد. ابقوا معنا لمزيد من الأخبار الحصرية على قناتكم، ولا تنسوا اشتركوا، فعلوا الجرس، واضغطوا لأيك دعماً لنا.